يا مساء الحب، يا مساء السعادة، يا مساء الفرح، يا مساء كل حاجة حلوة. صباح الفل، مساء الفل عليكم يا أجدع متابعين في الدنيا. وحشتوني كتير، يا رب يكونوا دايما بخير. معاكم سوبر ماما من اسكندرية. يلا بينا جولة سريعة كده أنا وانتوا في 8 دقايق بس. هنفضفض مع بعض ونتكلم مين بيحب اسكندرية وشوارع اسكندرية، واسكندرية أحلى بالنسبة ليكوا في الصيف ولا في الشتاء. أما الاسكندرانيين وأنا واحدة منهم طبعا في الشتاء، علشان بتبقى فاضية وهادية والناس كتيرة عندنا بتحبها. لو انتوا بقى من عشاق اسكندرية شتاء أو صيف، يلا اكتبوا في الكومنتات وقولولي من أول الفيديو ده لحد فين هنقف في اسكندرية. لو انتوا من اسكندرية، لو انتوا بتيجوا بقى كده بتزوروا اسكندرية وتمشوا، لو عرفتوا حاجة من الفيديو ده المكان اللي احنا فيه تقدروا تكتبوا في الكومنتات برضو تنوروني. فرحانة كتير من صفحة الفيسبوك، الحمد لله ما شاء الله عليها، يعني بقت حلوة قوي وفرحتني قوي. اتمنى كمان اليوتيوب ليه كده، بس المشاهدات بقت بسيطة قوي، بس مش مشكلة، انا عشمانة في ربنا خير والجاي احسن. هيفرحني وشايل لي اكيد فرحة كبيرة. انا عارفة تعبي اللي انا بتعبه على هنا او هنا باذن الله ربنا هيعوضني عليه وهيعوضكم انتوا كمان. بس اهم حاجة يبقى في صبر وعزيمة. لازم تبقوا واثقين ان ربنا باذن الله هيرضيكم من وسع، ويبقى عندكم ايمان وتدعوا دايما بكده. شوفوا بقى، انا بعشق اسكندرية في كل حلقة، في كل اوقات، شتاء او صيف بحبها. لما بمشي بكون مسافرة وبرجع بحس ان انا كنت في دنيا وبقيت في دنيا تانية خالص. بحس ان هي يعني امي كده، المكان اللي انا اتربيت فيه وعايشة فيه، سواء بقى بحر او اسكندرية عامة بشوارعها. انا بحبها، بحب الاماكن القديمة والبيوت القديمة قوي. بحس ان هي اثار، يعني فيها طاقة كده غريبة. يعني لما بكون ماشية بعربية أو بتاكس أو بأي مواصلة، حتى الترام بتاع اسكندرية بحبه أنا وولادي. بحب أتفرج على البيوت بتفاصيلها، بالشبابيك، بالبلكونات، بالبيبان. حتى البيبان بتاعة العمارة القديمة أنا بحبها. في عماير كده بتفكرني بأيام أبيض وأسود، إسماعيل ياسين والأفلام القديمة قوي. لسه في بيبان لحد دلوقتي بنفس الشكل ده. قولولي بقى بتحبوا ايه في اسكندرية بالظبط، وايه الاماكن اللي انتوا بتحبوها، ولو حادثة حصلت لكم في اسكندرية حلوة او وحشة اكتبوا في الكومنتات. وما تنسونيش بدعوة حلوة، وما تنسوش كل الناس اللي هتشوف الفيديو ده بدعوة حلوة. اهم حاجة ان احنا ندعي لبعض ويكون في سلام وراحة نفسية. اهم حاجة الراحة النفسية، ما تبقيش شايلة حاجة جواكي من حد، وللأسف بقينا كلنا شايلين. دي الحاجة الوحيدة اللي تقريبا but I'm so frustrated. Hello to my loneliness. I guess that ignorance is bliss. Take me back to before I knew. Rewind, take it out of cue. Innocence can be a young man's game. Signed up for the hall of shame. I wish I knew how much I miss not knowing that we're all screwed when we play our roles and ignore the problems. I like to be away in my patience. Stay up, I feel so outdated. How can we look the other way? Sun is out, but the sky is gray. What would happen if I took a chance? It's always hard at first glance. I don't wanna, but I know I gotta do it. The truth is hard to swallow. وكمان في التعليقات، وهحط لكم رابط الفيسبوك واليوتيوب للناس الحلوة الرايقة اللي بتحب اسكندرية واللي بتحب أي مكان في مصر أو أي دولة عربية. كلنا بنحب بعض، كل الدول بتحب بعض، بس أهم حاجة إن احنا نقف جنب بعض في الفترة اللي جاية دي، عشان فترة صعبة قوي، ربنا يعديها على خير. الغلاء والحاجات الكتيرة اللي جوانا دي، يعني مش الغلاء بس، لا الضغوطات بقت كتيرة قوي بقى.
انا مش عارفه اقول ايه ولا بتكلم في ايه، بس مش عارفه بفضفض معاكم. معرفتش اقول لكم ايه على الفيديو ده، بس هتكلم في اي حاجه وتقدروا انتوا كمان تتكلموا في اي حاجه. متضايقين من ايه اللي بيضايقكم؟ لو كان جوزك، لو كان خطيبك، لو كان حبيبك، لو كان صاحبك، لو صاحبتك، لو صاحبك، تقدروا بقى تكتبوا وتقولوا ايه رأيكم في اليومين دول والدنيا والأحوال وايه اللي بيحصل حوالين مننا. الدنيا بقت صعبة ولا بقت سهلة؟ بسيطة ولا مش بسيطة؟ أنا عشمانة في ربنا خير بإذن الله إن هو يفرحني ويفرحني قوي كمان، وبإذن الله مستنية منه فرحة كبيرة قوي. ويا سلام لو تبقى قد الدنيا وما فيها، زي ما بدعي لكل المتابعين، مع إني عارفة إن هي هتبقى كبيرة قوي عليا وأنا مش قدها، بس بإذن الله ربنا هيفرحني وهيفرحكم كل المتابعين الحلوين اللي هنا وعلى الفيسبوك واليوتيوب واللي في كل مكان. الناس حلوة ولسه في ناس رايقة ومحترمة وراقية وطيبة بتحب الخير لبعض. كل الناس طيبة، بس بتفرق من واحد لواحد، من واحدة لواحدة، بعيد عن الغيرة والغل اللي بقى في قلوب الناس. بس الدنيا لسه بخير، زي ما اسكندرية كده لسه حلوة زي ما هي، ببيوتها القديمة وكمان الجديدة، محلاتها القديمة والجديدة. اسكندرية بحس ان هي رايقة وجميلة. مش عارفة، انا سافرت مصر وجيت حسيت لا، مفيش احلى من اسكندرية. اكيد كل واحد مكان اتربى فيه بيحبه قوي، زي الناس كده لما بتيجي من الصعيد ما بتبقاش حابة غير مكانها اللي هي اتربت فيه واهلها فيه. اكيد اي مكان اي حد عايش فيه هو احلى بالنسبة ليه، صح ولا ايه؟ رغم المدينة او المكان احسن او افضل، لا اكيد طبعا اي حد مكانه بيبقى بصيب له اثر من جواه، صح ولا ايه؟ لو انت بقى من الناس الحلوة دي، يلا اكتبوا في الكومنتات وقولوا لي ابتدينا الفيديو منين وهننتهي فين. واتمنى تفرحوني بدعوة حلوة وشير ولايك وتنوروني على كل القنوات زي ما انا قلت قبل كده. قلت لكم انا مش عارفة هقول ايه في الفيديو ده ولا بتكلم في ايه، بس بفضفض معاكم في اي حاجة وخلاص. محتاجة اتكلم مع حد اسكت اتقهر؟ لا، طلعت وقلت هفضفض في الفيديو ده، واللي يسمعني يسمعني واللي ما يسمعنيش ما يسمعنيش، بس بإذن الله أكيد ربنا سمعني، ودي أهم حاجة عندي إن هو سمعني. بكلمه وبقوله محتاجة إن أنا أفرح بجد، نفسي في حاجة تفرحني فيها، فيا رب تفرحني فيها. وأتمنى كل المتابعين تدعيلي بدعوة حلوة، وأنا كمان هقول لكم أنتوا كمان مثلها. يا رب يسعد الناس كلها ويحقق لها كل اللي بتتمناه. قولوا آمين يا رب.